كاين واحد الكلمة منتشرة في المجتمع تاعنا، كي تغضب المرأة في دار باباها يجي باباها ولا خوها الكبير يقول لها هزي ولادك وروحي لدار راجلك. يظن أنه بهذه الكلمة عالج مشكلته. وكثير من الناس جعلوا من هذه الكلمة معيار لصلاح الأسر. يقول كي تقول لها هزي ولادك وروحي لدار راجلك صاي ما تزيدش المرة الجاية ما تزيدش تغضب. وهذا السلوك هذا أعطى الضوء الأخضر لإشباه الرجال للتهرب من المسؤولية، وأحيانا الضرب المؤدي إلى الإعاقة والمؤدي إلى القتل، وأحيانا القتل، جرائم قتل صارت بسبب هذه الكلمة هذه. لأنه كان الواجب على الأب والأخ والمسؤول على هذه الطفلة هذه اللي زوجها أنه يعالج المشكلة. ربي سبحانه في القرآن قال والصلح خير، ولم نسمع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا علمائنا أنهم قالوا قل لها هدي ولادك وروحي لدار بابا. هذه ما سمعناهاش، لكن هذه عادات وتقاليد ورثناها من المجتمع. لازم نعالجوا المشكلة من جذورها، مش المشكلة هذيك، نعالجوا المشكلة من جذورها باش ما يتفاقمش الوضع وما يؤديش بعض الأمور نشوفوا فيهم. يقول واحد ضرب مرته، واحد قتل مرته، واحد خرج مرته في الضاء في الليل رماها برا، وهكذا. فأنت بقولك لهذه الكلمة لابنتك ولا أختك ولا بنت خوك ولا اللي راهي تحت يدك، راك تمد الضوء الأخضر للإنسان هذاك باش يزيد يظلمها أكثر، باش يزيد يضربها أكثر، وباش يزيد يتعدى حدود الله فيها أكثر. لكن لما تجيبوا وتحل المشكلة، إذا كانت بنتك الغلطة وقفها عند هدها، وهذا هو اللي يبين له بلي راك راجل، مش كي تقول له هزها وروح كيك ماكش راجل وماكش مسؤول. وإذا كان هو الغلط توقفوا عند هدو وتبين له بلي راك غلط وبلي راك مسؤول، ولازم ما تزيدش تغلط باش تعالج المشكلة من جذورها. إذا كان حل كاين حل توصلوا الحل، إذا ما كانش حل طلاق حل. مش ديما الطلاق مش مليح، لكن حل من الحلول باش ما تبكيش نهار كي تجيك بنتك في الكفن وتقول هاي جاتني وقالت لي يا بابا ورديتها. عالج المشكلة، راهي بنتك وراهي اختك، وهكذا. والإنسان يتقي الله في الزوجة تاعو مهما كان راهي بنت الناس. إذا كانت مقطوعة من الشجرة أنت ما تظلمهاش، وإذا كان عندها ولا كان جاو عندها خاوتها سبوعة راك تخاف ما دير والو، كي تشوفها ما عندهاش تولي تظلمها. الإنسان يتقي الله. والمرأة ثاني هو المشاكل كامل راهم جايين غير من عند النساء. والسلام عليكم.